انا عايزك تركز معايا في ال 30 ثانيه دول عشان هيريحوك والله. بص يا سيدي، لازم احكي لك قصه مهمه جدا. جالي شاب محترم وجميل قوي، كان متوتر شويه من موضوع البادجت وان هو خايف من الماديات والكلام ده كله، وهو دي كانت ابعاده الصراحه. كل واحد ليه ظروفه يعني. المهم فلما جالي قال لي يا باشمهندس محمد، انا عارف ان انت مهندس ديكور وبتستورد خامات والى والى والى، بس بصراحه مش هكذب عليك انا خايف من البادجت المالي بتاعه. برغم ان هو عارف ان انا يد اولى، ولكن انا ريحته لان انا اعتبرت ان هو صديق وشرف ليا لو بيسمعني دلوقتي. المهم اتعاملت معاه دكتور نفساني، قلت له انت خايف من ايه؟ قال لي انا خايف من البادجت المالي. قلت له يا باشا انت لو معاك 10000 جنيه، معاك 5000 جنيه هنعمل بيهم اللي احنا عايزينه. ليه؟ باختصار شديد، وهي دي الرساله اللي انا عايز اوصلها لك، ان الفكره كلها باختصار ان لو حضرتك شفت المكان بتاعك يتناسب مع مع احتياجاتك، واديت الموضوع بشكل جمالي ووظيفي ببادجت قليل، هيبقى احسن حاجه في الدنيا. انا عايزك تستريح نفسيا وتهدى وتخلي الموضوع بسيط. انت لو جيت لي والله ب 10000 جنيه هنعمل احسن حاجه في الدنيا، ولو جيت لي ب 5000 جنيه هنعمل احسن حاجه في الدنيا. تؤدي في الاخر لنفس النتيجه، ان انت تكون سعيد ومبسوط. فانا مش عايزك تقلق من موضوع التشطيب وتحس ان الموضوع صعب، اسهل من السهوله. فانا عايزك كده تهدى نفسيا وترتاح وتحس ان الموضوع جميل ولذيذ. مش عايزك دايما تحس ان انت مضغوط، لا الموضوع صعب، لا الفلوس كتير. معلش انا لو جيت كلمتك في اسعار هتتفاجئ. ارجوك ارجوك اتبسط واستريح، واعمل شير لاي حد من صحابك نفسه في حاجه زي كده. انا موجود، صدقوني انا بتعامل مع موضوع اللي انا بحبه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.